ازيكم بنانيت؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير كتير. عايزه تبقي قلبوزه، عايزه حاجه تدفيكي وتديكي باور في الشتاء وتديكي كمان طاقه، يبقى مفيش غير المفتقه. بتحبي المفتقه؟ ما تعرفيش تعمليها في البيت؟ ولا يهمك، هعملها لك دلوقتي بطريقه ولا اروع ولا اسهل من كده. زي ما انت شايفه كده، ايه القوام بتاعها روعه ومظبوط جدا. حاجه بقى مغذيه ومن الاخر طعمها حلو جدا. سندوتشات عيش بلدي بقى واديها كده للولاد، بتبقى حلوة قوي. هي بتبقى حلوة قوي بالعيش البلدي على فكرة. بس لو عايزة تستخدمي اي نوع عيش تاني طبعا دي حاجة ترجع لك انت. يلا بقى عشان ما اطولش عليكم نشوف الوصفة والمقادير. خلاص كده بنات، مبدئيا دي حاجة اسمها حبة خضراء، بتيجي طبعا مع المكونات بتاعة المفتقة. بس قبل ما اطحنها في الكبة في المطحنة، حبيت اوريلك شكلها. هي بصي شبه الاحجار الكريمة كده، بس هتطحنيها مرة واتنين وتلاتة كمان لان هي قاسية شوية. لازم تطحنيها كويس جدا علشان ما تبقاش طعمها باين معاكي كده مخرص في المفتقة. يلا بقى نروح على النار ونشوف احنا هنعمل ايه. حلة على النار يا جماعة. هنا هنزل بكوباية الا ربع من السمنة. عايزة تستخدمي سمنة بس في الوصفة تمام، عايزة تستخدمي نوعية زيت كويس اوكي هتنفع برضو، سمنة او زيت هتنفع. الحقيقة هنا انا خلطت الاتنين على بعض يعني. هي كوباية، المفروض كوباية من المادة الدهنية يعني هنستخدمها. انا حطيت كوباية الا ربع، هشوف لو احتاجت الربع التاني هنضيفه. هنا معايا كوباية من السمسم. وكمان عايزة اقولك المكسرات اللي معانا نسبة وتناسب لكمية العسل اللي معانا. وليكن مثلا انا المفتقة النهاردة عاملاها ب2 كيلو عسل يعني. فالمقادير دي طبعا على قد 2 كيلو من العسل. كوباية من السمسم وكوباية من الفول السوداني زي ما انت شايفة. اقلب فيه طبعا، انا عايزة اشم الريحة بتاعت التحميصة. ايدك طبعا في الحلة ما تشيلهاش خالص وانت بتقلبي، علشان طبعا ما تتحرقش معاكي وتاخد كده طعم او لون مش ظريف. هنا معايا ربع كوباية من جوز الهند. ده جوز هند مبشور، تقدري كمان تستخدمي اللي هو جوز الهند الضوافر لو انت حابة يعني، بس الحقيقة انا من اسمه ما بحبوش خالص. وكمان هنا معايا ربع كوباية من حبة البركة. اي نوع مكسرات تقدري تستخدميها في الوصفة دي هتبقى حلو. هنقعد نقلب شوية. كل الكلام ده احنا عايزين نحمصه. اي نوع مكسرات احنا بنضيفه دلوقتي لازم طبعا ياخد له شوية تحميصة كده. وكمان معايا هنا الحلبة الصفراء. طبعا في ناس بتعملها بالمغات، عايزة تعملها بالمغات مفيش مشكلة، بس المغات يعني غالي برضو. انا حابة اعمل لكم مقادير يعني تكون اقتصادية شوية. هنقلب بقى الكلام ده كله. مش عايزة اقولك الريحة خطيرة. نقلب شوية، عايزينها طبعا تتحمص. هنا بصوا يا جماعة، حطيت الربع الفاضل من الزيت، ربع كوباية قصدي يعني اللي هو الفاضل. لاني لسه هنحط دقيق، فحسيت ان المادة الدهنية اللي معانا دي بصراحة ان هي نشفت شوية. هتفهموا قصدي دلوقتي. اهي كمان دي نص كوباية من الدقيق، عايزاها برضو تتحمص معانا. بصوا الدقيق هيشرب كل السوائل اللي معانا او المادة الدهنية يعني. وقلبي ما تمليش من التقليب يا جماعة. هي معلش عايزة حد يكون عنده باور. او حد يكون لسه جاي حالا من الجيم يعني في التقليب، لان هي بتعتمد على التقليب. قلبي وما تمليش زي ما انا قلتلك. هنقلب شوية كويسين كده على اساس طبعا طعم الدقيق اللي معانا يروح. بصي انا هسيبها كمان قولي نص دقيقة كده، وهرجع لكم تاني بس علشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. اهي يا جماعة ده شكلها بعد ما سبتها شوية. هي كده اتحمصت وتمام التمام. هي دي بقى كانت اللي معانا في الاول، اللي هي الحبة الخضراء بعد ما طحنتها.
هنضيفها كده اخر حاجة ونقلب زي ما انت شايفة. خطواتها على فكرة سهلة وبسيطة، هي ما فيهاش غلبة ولا حاجة يعني. احنا طبعا مهديين النار شوية يعني، مش النار مش عالية. هنبدأ بقى ننزل بكمية العسل اللي معايا، زي ما قلت لك دي 2 كيلو من العسل. بس خدي بالك علشان الكلام ده يعني سخن جدا، خلي بالك وانت بتنزلي بالعسل كده. وبرده هنقلب تقليب، يعني تقريبا الوصفة دي من اولها لاخرها معتمدة على التقليب. زي ما انت شايفة كده قلبي وما تمليش. النار هتبقى هادية شوية يا جماعة علشان العسل اللي معانا ده ما يتحرقش. بصوا بقى يا جماعة، دي حاجة اسمها الكتيرة، بتيجي برضو مع مكونات المفتقة، بس دي اضافية، انت عايزة تضيفيها تمام، لان هي غالية، هي مش رخيصة على فكرة. يعني الكيلو من ده مش عايزة اقولك تمنه فظيع بصراحة. انت ممكن تجيبي بأقل فلوس ممكنة، يعني تقولي للعطارة عايزة بأقل فلوس يعني، لان دي فيها فيتامينات، وهي كمان اللي بتتخن، وكمان في نفس الوقت دي اللي هتديك المطة بتاعة المفتقة اللي انت شفتيها معايا من الاول. هو ده السر بقى يا جماعة بتاعة المطة بتاعة المفتقة اللي احنا بنجيبها من بره. طبعا دي احنا عاملينها بقى في البيت، ويعني بيتي بحاجة نظيفة كده، واحنا واثقين طبعا من نظافتها. افضلي قلبي فيها شوية، هي لونها هيغير شوية. بصي قلبت معانا شبه القهوة بالظبط، يعني حلة المفتقة بقت حلة قهوة. هي بقت شبهها يعني، بس هتسيبيها شوية على النار هتتغير خالص. زي ما انت شايفة كده لونها اتغير وبدأت تتكثف معانا وبدأت كمان تتقل، وهقولك ازاي تعرفيها استوت ولا لا. هتعرفيها استوت ازاي ولا لا، هتلاقي المكسرات دي بدأت تنزل في قاع الحلة، وبدأت هي السمك بتاعها يتكثف يبقى تقيل. يعني بصي وهي بتنزل من على الاسباتيولا اهي بتنزل ببطء، تحس ان هي تقلت شوية. هي كده استوت وتمام التمام. طبعا احنا بعد ما هنسويها يعني مش هناكل منها اول يوم خالص، لان زي ما انت شايفة بتبقى سايلة شوية. تاني يوم بقى هي بتتظبط بتبقى خطيرة. بتعبيها في البرطمانات بتاعتك، البرطمانات المعقمة، واحتفظي بيها. ما تحطهاش في التلاجة ولا حاجة يعني، خليها من بره. اعمليها بقى لولادك كده في المدرسة، هتبقى معاهم طعمها روعة وخطيرة، وحاجة بقى بيتي وخطيرة. ان شاء الله بإذن الله لو جربتيها هتعجبك اوي اوي الوصفة. بس كده، وده كان فيديو النهاردة. باي باي حبايبي.